السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ والنهاردة بقى هنعمل حاجة حلوة بمناسبة المناسبة الجميلة اللي احنا فيها، يوم عاشوراء، وكل سنة وانتوا طيبين. دي البليلة بتاعتي او الغلة اللي انا جبتها وسلقتها، ده ربع كيلو، ما شاء الله ما شاء الله، يعني ربع كيلو، كمية حلوة. عايزة اشوف دلوقتي هنعمل منه كام طبق. انا جبت العاشوراء ونقعتها حوالي ساعة، او الغلة نقعتها حوالي ساعة او ساعتين، وبعد كده غليتها. تركاية عشان تسويها بسرعة، مهما تقعدي هتغلي فيها برضو هتلاقي ان هي هتاخد وقت كتير جدا على النار ومش بتستوي. انت كل اللي هتعمليه بعد ما هتغلي، هتروحي كل اللي عاملاه ان هي يعني بعد نص ساعة او ساعة كده من تروحي قافلة الحل عليها وبس كده، وطفي النار. هتفتحي هتلاقيها بالمنظر ده، هتلاقيها مستوية معاكي كده اهي. بصي مستوية ومفتحة اهي زي العسل. هنبتدي بقى نعملها، ويلا بينا بأسهل وصفة للعشاء. بصي بقى يا ست الكل، جبنا الخلاط بتاعنا، احنا خلاص سلقنا البليلة زي ما وريتها لك او الغلة. جبت عندي الشفشق بتاعي، حطيت فيه حوالي نص لتر لبن او لتر الا ربع لبن زي ما انت عايزة. وحطيت عليه حوالي 5-6 معالق سكر، حطيت باكو فانيليا، حطيت معلقتين قشطه، عايزه تحطي بدل القشطه كريم شانتيه مفيش مشكله. انا بحب اعمل كل حاجه بطعمها البلدي القديم بتاع زمان. فحطيت معلقتين القشطه، وحطيت معلقه نشا او معلقتين نشا، لان انا دلوقتي برضو هعمل تركايه في البليله هتخلي طعمها احلى، والحبيبات بتاعتها هتبقى حلوه لما تجمد معايا. هنضرب كل ده في الخلاط اللي هو حوالي نص لتر لبن مع باكو الفانيليا مع القشطه مع الكريم شانتيه او القشطه مع باكو الفانيليا والنشا، معلقه النشا والسكر. حطيت ايه هنا تاني بقى دلوقتي؟ حطيت حوالي نص كميه البليله اللي معايا او الغله اللي انا قلتلك عليها. حطيت حوالي كبشتين كبار بالميه بتاعتها المسلوقه، ما ترميهاش، دي ميه فيها نشا وفيها فوائد وبتدي طعم طبعا، ما ترميهاش. فانا بعد ما ضربت الخليط كويس جدا ودوبت السكر، حطيت النشا، هضربها ضربايه واحده وهنزل بيها على النار وهخليها تغلي الغلوه الحلوه تستوي، النشا يستوي، ونغرفها في الاطباق بتاعي. نزلت بالخليط بتاعي اللي انا ضربته في الخلاط، اللي هو كان نص لتر لبن او لتر لبن على حسب كميه البليله بتاعتك، ومعلقتين النشا، والسكر برضو السكر حسب ما انت عايزاه، مسكر متوسط. وحطيت فيه برضو بيحطوا تركايه حلوه عشان ولادك ما يحسوش بطعم جوز الهند، ممكن تحطي معلقه جوز هند. انا بصراحه ما حطيتش يعني، فانت ممكن تحطي كمان في الخلاط اي حاجه عايزه تخفيها والولاد ما يحسوش بطعمها، حطيها في الخلاط. يعني انا ساعات لما بضرب الطماطم بحط قرن فلفل كامل، بحط توم، كل ده بيتضرب مع الطماطم وبصفيها، فبيدي الطعم في نفس الوقت الولاد ما بيحسوش او ما بيجيش فلفل في بقهم يضايقهم. ففي حاجات ياما ممكن تختفي في الخلاط. فبرضو الجوز الهند معظم الولاد ما بتحبوش، من الحاجات اللي ممكن تضربيها في الخلاط. زي ما انت شايفه كده انا بقلب فيها تقليب مستمر، تتخن بس معايا وخلاص على كده، وهبتدي اغرفها. ودايما يا رب نعمل حاجات حلوه لولادنا وبايدينا، ويدينا الصحه. وكل سنه واحنا طيبين، على كل مناسبه حلوه بتعدي علينا لازم نفرح، ولازم نوري ولادنا العادات. وان شاء الله هعمل معاكم الفطير المشلتت، كان المفروض يتعمل في بدايه محرم، في بدايه السنه الهجريه الجديده، بتبقى اي عجين فتحه خير للسنه ان شاء الله. فانا برضو هعمل معاكم فطير مشلتت حلو كده. والنهارده اهو العاشوراء، وربنا يجعلها مناسبات خير مع كلنا معانا يا رب. وده الشكل النهائي بعد ما غرفناه. اللهم بارك، كريمي طعمها تحفة تحفة تحفة. لو اتبعتي التكات اللي انا عملتها وضربتي الخليط في الخلاط اللي انا قلتلك عليه، وحطيتي كده معلقة القشطة البلدي اتضربت في الخلاط، والله ده اقل من ربع كيلو طلع لي 6 اطباق. انتي بقى شوفي ربع كيلو كامل، يعني انا شلت منه لان ساعات بحب اكلها كده بليله باللبن كده خفيفه. عايزه بقى تحطي على وشها جوز هند، زبيب، سوداني، اللي انتي عايزاه، مكسرات. انا عندي بصراحه بنحبها ساده خالص. هحطها بقى في التلاجة تسقع وتطلع كده ناكلها بألف هنا وبألف شفا. واسهل وصفه للعاشوراء.